الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل. الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. يسعى الإنسان دوما إلى التطوير والبحث عن الأفضل، فالتطور هو سمة رئيسية في العصر الحديث، حيث أن التكنولوجيا تشكل المجتمع من جديد نحو مستقبل أفضل. يمكن أن الذكاء الاصطناعي له دور كبير أثناء جائحة كورونا كوفيد-19، وده اللي هيناقشه معانا الأستاذ الدكتور أحمد طه محمد، أستاذ الفيزياء والإلكترونيات بالمعهد العالي للهندسة. اتفضل يا فندم بإطلاق. أي حاجة ليها سلبيات وليها إيجابيات، وطبعا السلبيات يمكن السادة عرضوا، سواء السادة أو الدكاترة زمايلنا عرضوا المساوئ بتاعه، ولكن هو برضه ليه مزايا، والمزايا كتير الحقيقة، بالرغم إنه فعلا في بعض المهن تعطل بالكامل، إلا إنها تظهر مهن تانية جديدة ما كانتش موجودة. يعني مثلا سيادة اللواء زي ما ذكر إن كان عدد كبير قوي من العمال الخرسانة يبدأوا يشتغلوا مع بعض كده عشان يعملوا الخرسانة مع بعض 30-40 عامل، وعلى ما تطلع فوق مجهود ووقت وهكذا. دلوقتي في وقت بسيط الموضوع ده بيتعمل، بس الحقيقة بيبقى متقن أكتر. حتى مثلا لو استعرضنا موضوع الخلط هيبقى أحسن. طيب العمالة دي هتظهر في شكل حاجة تاني. بالنسبة لي الناس هتبدأ تتجه للأجهزة دي ويبدأوا يتعلموا عليها، والشباب اللي طالع الحقيقة بقى كتير قوي اورينتد ناحية أو متجه ناحية هذا الموضوع. طبعا الميزة الكبيرة اللي حصلت لما حصلت أزمة كورونا كوفيد-19 وكل الناس قعدت في البيوت، كانت تتوقف العملية الدراسية بالكامل. وطبعا مستحيل دولة يعدي عليها سنة أو 2 أو 3 وتتوقف الدراسة بالكامل، ولكن هنا كانت الدراسة عن البعد عن طريق برنامج زي برامج الزوم وما شابه ذلك، وكانت المحاضرات بتلقى بهذه الطريقة. طبعا هي مش مفيدة بنسبة 100% زي التعليم والاحتكاك، الحقيقة هو بيبقى مفيد أكثر، ولكن برضه ما كانتش النسبة 0%. فدي من الحاجات المهمة اللي بالنسبة للذكاء الاصطناعي. وبعدين خلت الطلبة كمان على دراية أكتر وبيطلعوا على حاجة أكتر. يعني طبعا كانت المساوئ إن هو المفروض إن هو بيطلع على حاجات ضارة، وده موجود زي السكينة كده، ممكن نقطع بيها الفكة وممكن تعور إيدينا، نفس الكلام. بقى فرض علينا الموضوع بقى مفروض، ولكن احنا دلوقتي علينا نجهز نفسينا للي جاي. اللي جاي هو ايه؟ هو الامر الواقع، ان الموضوع في زياده وفي ازدياد، وهتنقرض بعض المهن، وهتظهر مهن اخرى. وان شاء الله مصر بسياستها تقدر تجهز للموضوع ده تماما، وبالتالي ان شاء الله نستفيد بيه قدر الامكان. شكرا جزيلا. مفيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل. الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض.